مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: مصادر قضائية ضد أمنيين، والحموشي يصدر قرارات تعديلية صارمة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بأهم الأخبار المغربية العاجلة. أصدر المدير العام للأمن الوطني نهاية هذا الأسبوع قرارات تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطة وثلاث مقدمين للشرطة يعملون بكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بالجديدة والمنطقة الإقليمية للأمن بوزان. القرارات القضائية بالتوقيف المؤقت عن العمل تأتي كإجراء إداري في انتظار انتهاء المصادر القضائية الجارية في حق المعنيين ليتسنى عرضهم على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات الإدارية. وتشرف النيابة العامة عن الأبحاث والتحقيقات القضائية مع الأمنيين الأربعة للاجتماع في ارتباطهم بشكل منفصل بأفعال إجرامية وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك بكل من الرباط غزان والجديدة. وتحرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات النزاهة والاستقامة في عمل وسلوك موظفي الشرطة وتحقيق الوظيفة الأمنية، بما ينعكس إيجابا عن تعزيز دور الشرطة بضمان الأمن وحماية الممتلكات. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.